ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نرمين من قناة افكار حلوة مع نرمين. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير للفيديو. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. زي ما انتوا شايفين دي علب بلاستيك احجام مختلفة. انا جايبة 3 احجام، طبعا كلنا بيبقى عندنا من العلب ديت. وفي بيبقى عنده كتير مش عارف يعمل بيهم ايه. النهاردة هنعمل بيهم فكرتين. اول فكرة، طبعا انا قست الاول مقاس حوالي 5 سنتي كده بالمسطرة، وعلمت بالقلم فلوماستر. وبعد كده ببدأ بقى ان انا بالقطر كده افتح فتحة، وبعد كده اقص بالمقص علشان يبقى ابقى متأكدة ان هو متساوي معايا. طبعا عملت ال3 احجام بنفس الطريقة بالشكل ده كده. ودي رجول بلاستيك كانت قصدي حوامل بتاعة طقم، قصدي تربو، فاخدتهم يعني هستخدمهم. ممكن انتوا تجيبوا بدلهم بقى عصيان مثلا بتاعة كرتون نلفها كده تبقى مدورة ونستخدمها ونلزقها بالشكل ده كده. او ممكن كمان اللي هي الخشب بتاع اللي هو المقشة، اللي هو المقشات وكده. ولو هو عندنا منه زيادة ممكن برضو نستخدمه. اي حاجة عندنا متوفرة. طبعا انا لزقتهم بالشكل ده كده في النص. وبعد كده ده بلاستيك ابيض. هبدأ بقى ان انا ادهنها كلها بالبلاستيك الابيض دوت. هديها طبقة واسيبها تنشف وارجع اديها طبقة كمان. طبعا كلها هتدهن بالشكل ده كده. وبعد كده جبت لون ذهبي عملت بيه اللي هي الحوامل والحروف. وبعد كده هنا ده ورق. انا طبعا الورد ده بحمله على موبايلي، وبعد كده بروح المطبعة او اي مكتبة بتطبع وبطبعه. طبعا انا قصيت الورد واحط الورنيش المائي. طبعا هو من الورق العادي. بنحط طبقة من الورنيش المائي على المكان اللي هنلزقه. بعد ما نفردها كويس نحط فوقيها تاني طبقة من الورنيش المائي ونسيبها تنشف. طبعا انا كده عملت ال3 اشكال وسبتهم لحد ما نشفوا، وبقى ده الشكل النهائي. يعني زي ما انتوا عايزين بقى. انا عن نفسي هستخدمها مثلا اللي تبقى زي ستاند للتسالي، اللي هي الحاجات لب بقى، يعني شيبسي، اي حاجة بونبوني، اي حاجة عندنا حلويات انا هستخدمها لكده. تاني طريقة برضو ده حجم كده مش كبير قوي من العلب. طبعا نستخدم اي حجم عايزينه. طبعا هنحدد برضو بالقلم كده، ونفس الطريقة اللي استخدمناها في الطريقة الاولانية هنعمل نفس الطريقة بالقطر. وبعد كده نقص بالمقص، نفتح فتحة بالقطر ونقص بالمقص لحد ما بنشيل الحرف اللي من فوق ده ان انا مش عاوزاه بالشكل ده كده. بعد كده هجيب قماش الخيش ومسدس الشمع، وبعد كده احط بقى الشمع على العلبة. وابدأ ان انا افرد القماش بتاع الخيش كده. اللي مش عارف بيجيب منين قماش الخيش هتلاقوه متوفر في درب البرابرة في وسط البلد. المتر ب10 جنيه. وابدأ ان انا يعني احط كده على الجزء الاخراني دوت كده. ولو في زيادة او حتة يعني الحتة دي كده انا هبدأ اقصها بالمقص. هلزق منها جزء واقص الباقي بالمقص. نيجي بقى للقاعدة من تحت. هقصد الجزء اللي فوق الاول هنلزقه برضو ندخله كده من بالحروف بتاعته ونظبط الحرف عشان ما يبقاش مكلكع ويبقى متساوي بالشكل ده كده.
نيجي برضو للمكان بقى اللي هي القاعدة تحت بقى، احط يعني بقية القماش، ابدأ ان انا الزقه وادخله كده لجوه. ممكن استخدم المقص كده في الاجزاء اللي هي بتبقى المسدس، بيبقى الشمع ممكن يلسع ايدي فيها. بعد كده هعمل دايرة تانية على قد القاعدة من تحت عشان اغطي بيها الجزء ده كده. بعد كده الايدين بقى، دي الايدين بتاعت علبة من العلب. هي ساعات بيبقى ليها ايدين، مش ما لقيتوش ايدين ممكن تستخدموا حرف من لما احنا قصيناه بيبقى ليها حرف كده، بيبقى نفس الرفع كده، تقصوها وتعملوها شكل الايدين. طبعا انا دلوقتي بقص على قدها عشان عايزة يعني اغلفها هي كمان بقماش الخيش. هنا كده بعد ما عملتها بالقماش بتاع الخيش، هبدأ ان انا الزقها بقى. احط الشمع كده واجي في النص واحطها، واجي الناحية التانية قصادها برضو والزقها. بعد كده بقى ده لولي، شريط كده من اللولي، ابدأ ازينها بقى بالمتوفر والمتاح عندي. ممكن نستخدم الجبير. هلفه كده داير على الثبت اللي انا عاملاه ده. والحتة اللي تحت دي كمان من الحرف بتاعها من تحت برضو هعملها بنفس الطريقة. ونيجي برضو عند الايد من فوق واحط لها برضو نفس اللولي اللي هو شريط اللولي دوت، بقت بالشكل ده كده. دي بقى حتة كده في النص ايه يعني زي برضو فيها لولي واسترس وكده، فانا هلزقها برضو تدي شكل للسبب بتاعي. بنزينه يعني على حسب ذوقنا وعلى حسب المتوفر والموجود بالشكل ده. بعد كده بقى انا غلفتها كمان من جوه بالخيش، وبقى ده شكلها النهائي. تستخدم بقى لأي حاجة. ممكن نحط فيها الميك اب، الحاجات اللي احنا بنستخدمها بتبقى يعني قدام عايزينها قدام ايدينا كده على طول على التسريحة، اي حاجة يعني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله.